أهلا إخوان، السلام عليكم. بخير لاباس كلشي هاني، أمور بخير الحمد لله. ساك هاد الصباح هذا غادي نشوفو واحد لا فيديو ديال الإعلام الجزائري الرياضي حول مباراة البرتغال والمنتخب الوطني المغربي، وهل توجد حظوظ للتأهل أم لا. المهم نشوفو بن الشيخ وبعض المحللين شنو كيقولوا، ونتمنى ان شاء الله غدا المنتخب الوطني المغربي يكون في الموعد، الدراري يكونوا مروحين ويكونوا مرتاحين ونتأهلوا بإذن الله. اما حكيمي راه من احسن اظهره على اليمين اللي موجودين حاليا في العالم. حسابات وستاتيستيك وكذا دومينو وكذا، بصح ما شفنا حتى ان تير دونجورو ابار هذاك اللي ضربت في البارا. لي ماروكان كرياو دو فوا يروح فاس فاس هذاك جون هذاك شعب اسمه هذاك دو فوا يروح فاس فاس. اخي سي ايزون كريي كومام دو زوكازيون كبير يربكوا لانه فنيا المنتخب الاسباني جوده كبيره وعندهم فلسفه نتاعهم. انا نقول له بلوك ميديوم هذا ولا لو ميد بلوك اللي تكلمت عليه، هذه طريقه من طرق اللي استعملها الركراكي. وفي الاخر واش نشوفوا انه المنتخب المغربي مشى المنتخب الاسباني الكره الترجيحيه، حب يقول لي بينالتي. وفي الاخر لما انت تروح لي بينالتي ما يخفالكش انه بونو يعرف مليح البطوله الاسبانيه، راه يلعب في اسبانيا، يلعب في فريق كبير اللي هو سيفي، ويعرف اللاعبين. في هذه الحاله هذه على بالك الفريق اللي يكون نوعا ما داخل المنافسه ما عطيلوش ان بورسونتاج كبير باش يجوز ويلحقك لي بينالتي، يقول لك في هذه الحاله يا بليد فور يا بليد فاب، انا نقدر تانيك، وهذا من حقه. هذا هو الشيء اللي صار. اما حكيمي راه من احسن اظهره على اليمين اللي موجودين حاليا في العالم. نعم، شكرا لك عبد الكريم بيرة. وشاهد مشاهدينا الافاضل ايضا صوره الحارس ياسين بونو رجل المباراه. عمور ياسين بونو تصدى 3 ركلات جزاء، كان ممتاز في اللقاء. ياسين بونو لاعب نادي اشبيليا اللي حارس نادي اشبيليا، حتى لما جاي ينفذ سارابيا في ركله الجزاء الاولى تحس وكانه اللاعب كان خايف من بونو، حتى الطريقه اللي نفذ بها ركله الجزاء غلق رجله كثير، حاول يبعدها على ايدي بونو قدر المستطاع. كارلوس سولار قبل انتقاله الى باريس سان جيرمان مع عمور متعود يسدد ركلات الجزاء في نادي فالنسيا، سدد بتلك الطريقه. المفاجاه ربما كانت في سيرجيو بوسكاتس ماهوش مسدد لركلات الجزاء. لما كانت اسبانيا في اوج القوه ما يكونش في الخمسه الاولين اللي يسدوا ابدا، لم يسبق ان كان. لذلك هنا لويس انريكي لما يقول انا المسؤول، حتى اختياراته لمنفذي ركلات الجزاء يتحمل مسؤوليتها هو ايضا. حتى ممكن شفنا بالك واحد الصوره انا فاجئتني وقلناها في الكواليس، شفنا بوسكاتس هو اللي حكم الورقه، هو اللي كتف لي تيرور الاولين، اللي 5 الاولين تاع لي بينالتي. في هذه الحاله انا جو مي بوز لا كيسيون، اسكو لو ستاف تاع الاسبان كي شافوا روحهم طاحوا مع المغاربه اسكو فريمون درسوا كيما الحارس يشوفوها اسكو كيفاش في لي بينالتي. باسكو شفنا انا اول خطره شفت حارس تريز انتيليجون تاع المغرب، لان كاع لي غارديان تصيبهم ياخذوا كوا ويتشبكوا، سيرتو لي جوار هذوك اللي يجيو بالعقل. هو يبدا يزغد ويشوف لك في رجلك وين تضرب تما اللي يتشبك. سي لا بروميير فوا، وهذه لو كان يديروها بوكو دو غارديان بيت يجبدوا بوكو دو بينالتي لايتي بور بوكو. علاش قلت لك اسكو درسوه في الشامبيونات ديسبان جاو دي بينالتي ضد سيفي، اسكو درسوه يشوفوا كيفاش يكون هذا الحارس هذا. خاطرش كي تشوف اليوم لي بينالتي كاع ضربوهم في الارض ابار شكون اللي ماركا؟ ما ماركا حتى واحد. 3 خسروا في 3 كاع ما ضربوهم في دون دي زوندروا اللي تقول مع ركله سارابيا الاولى اللي مشات القائد. هذا شوف لو بروميي تير تاع هذاك سارابيا هو اللي دخلهم الخوف كاع. لو كان دخلت هذيك ممكن تعاود الامور تغير، مي هذاك راه ولا دخل الشكل. المغاربه ولاو يجيو عرفوا كيفاش يتيروا لي بينالتي تاعهم. دونك انا جو بونس كو على حساب اون توت موديستي نظن انريكي غلط شويه في كارباخال وفي اسانسيو كوتي دروا. غلط كان في ان جوار اللي انا ولو يلعب مليح بالون، يلعب نقولوا مليح، مي انا عمرو بكل صراحه ما قنعنيش. فيران توريس ما قنعنيش، كل ما نشوفه ما يقنعنيش. مي يفي دي شوز ما يماركيش، يفي دي شوز كونترير، يعطي لك يضرب، يعطي دريبلي باسي، يفي دي شوز ويلي توجور مانتوني. جي با كومبري علاش. نزيد نعطيك علي بن شيخ نقعد معك ونعطيك تصريح وليد الركراكي.
سئل هل يحلم بالمونديال، قال لهم علاش ما نحلمش، عنده الحق. وان شاء الله نوصل. لا لا لا، والحلم حق مشروع. في هذه الحاله هذه انت نحيت الفريق الكرواتي وقفت معاه ند لند، نحيت بلجيكا اللي كاين لاعبين يعني لما تكلم على دو براون داروا خطه اللي خلاتهم في الاخر كسبوا. كندا عرفوا كيفاش يمشيوا المباراه حتى وكانوا فايزين، وعرفوا كيفاش يستغلوا الهفوات اللي كانت في الدفاع كندا، وكندا ابانت على يعني ايجابيات كثيره، وزيد اليوم عرف كيفاش يتعامل مع المباراه. انا باش نزيد ندعم الكلام تاع خويا علي، اليوم لا دون على لي فلا اولمو سي ان درواتي، طورين سي ان درواتي سي با ان غوشي. لما تدير اسونسيو ما ديناتوراليزيش لو جوار بارابور لو بوست دو جو تاعو تاع الكلوب، ودير لا كونيكسيون هذيك بين دو جوار اللي يلعبوا في لو ميم كلوب. حب يقول كاينه اون بون كونيكسيون، دونك في لي ديدوبلومون ولا في لي زابيل اون بروفوندور، هذاك هو الشيء اللي كان ناقص. علاش هذاك الشيء ناقص؟ زيد بونو هدايا يا 26 تير على بالك واش بليتو 16 13 تير. بونو سي لو تيب اللي سور لا لين il est excellent، الكاباري تاعو يبوزيسيوني روحو مليح اي بي يونتيسيبي صعيب باش تماركيلو. حب يقول انا نقول في بعض من الاحيان ما بالنسبه لو ستاف تكنيك تاع الاسبان في لي بينالتي، على بالك اليوم كاين لو شارجي دو لا فيديو ويبحثوا لما يعرفوا باللي قادرين يوصلوا لي بينالتي، شكون اللي دابيتود يتيري لي بينالتي، درواتي غوشي دابيتود يحطها دروات، ميم لو غارديان دو بوت عنده اون ايدي على الادفيرسير نتاعو. انا نقول لي زيسبانيول ما كانوش دايرين هذا السيناريو انه يروحوا حتى لو تروازيام ميتون ولا لا كاتريام ميتون. زادوا كي يدخلوا لي بينالتي لو بروميي تيرور اللي امبورطون، ولو بروميي تيرور انا نقدر نقول لك هو اللي زاد نقص من المعنويات تاع المنتخب الاسباني، وشفنا مع داك الشيء اللي صار. مباريات يوم السبت المغرب البرتغال في استاد التمامة بداية من الساعة 4، وكذلك انجلترا فرنسا بداية من الساعة 10 في استاد البيت. مباراة الأرجنتين أمام المنتخب الهولندي ستقام في الملعب الذي لعب فيه المنتخب البرتغالي اليوم، وهو ملعب لوسيل، ملعب النهائي. علي بن شيخ الآن اتضح كل شيء. منتخبات الثمانية المتأهلة، أربع لقاءات نارية، انجلترا فرنسا المغرب البرتغال هولندا الأرجنتين كرواتيا البرازيل. هل انتهت المفاجآت الآن في كأس العالم وبدأت مرحلة تكسير العظام من أجل أن يخرج من هؤلاء 8 بطل واحد؟ أنا ما نقولش أنت قلت لن خلاصوا المفاجآت، يعني المنتخبات المتأهلة لما تشوف ما عدا المنتخب المغربي كل هذه المنتخبات سبق لها وأن لعبت نهائي أو نصف نهائي أو توجت بلقب كأس العالم. صح، أنا ما نشوفش هكذاك. على كل حال أنا نشوفهم كاع اللي قعدوا كاع مستوى عالي، كاع ما تقوليش هادو لعبوا لي كوب دي موند. وي سارتان بي، انت تقصد على المغرب تسمى ما عدا المنتخب المغربي الذي لم يسبق له الوصول الى نصف النهائي. واش عليه؟ بصح الحق الوقت ممكن يروح دوك الدومي فينال. دونك اللي قعدوا هاد لي زيكيب اللي قعدوا يستاهلوا كاع يلحقوا معهم دوك هذيك المستوى هذا. دونك افضل 8 منتخبات في الدوره لحد الان. نعم بور لو مومون هادو هما لي 8 ميور زيكيب اللي جوسكا بريزون داروا دي ماتش في المستوى ابار شويه الارجنتين بريمي ماتش تاعهم، مي عاودوا رطربوا الحاله مع المكسيك ومع الاسترالي. ثالث مباريات الدور الربع النهائي، منتخب المغربي في الدور الربع النهائي يواجه منتخب البرتغال. كنا حكينا عن المنتخب البرتغالي اليوم وحكينا ايضا عن المنتخب المغربي. كيفاش تشوف المباراه بين المنتخبين، وهل سيلجأ الركراكي لنفس الاداء اللي لعب به ولا الطريقه اللي لعب بها اليوم امام المنتخب الاسباني، بما انه سيواجه منتخب ايضا من شبه جزيره ايبيريا، يعني اسبانيا والبرتغال تقريبا نفس النمط الكروي، ام انه سيلجأ الى طريقه اخرى من اجل تحقيق انجاز اخر تاريخي بالوصول الى نصف النهائي؟ انا نظن المغرب لو يلعب كيما اليوم يدير مشاكل كبار البرتغال. لو يحوس يهاجم يفتح، البرتغال عندهم بوكو جوار اللي ينجموا يمدوا الحلول، اللي عندهم شحال من لاعب اللي ينجموا يكاسيو لي، شحال من لاعب ينجموا يلعبوا لي كونت يسون افيكاس. دونك كي يقعدوا الجروب هذاك بلوك هذاك تاع كيما داروا اليوم با ديسباس، ما يخليوا لهمش ليسباس، يديروا المشاكل. اليوم لو كان مع اسبانيا حلوا اللعب واتاكاو كانوا ينكسيو المغاربه، كانوا ينكسيو لان هذوك لي زيسباس يصيبوهم لي زيسبانيول. انا نظن سافا اتر ديفيسيل مع البرتغال، ولكن التمنيات تاع كاع العرب، العالم العربي والعالم الاسلامي نتمناو المروك الجوز. اليوم فرحوا كاع البلدان العربيه، فرحونا
سي دوماج، كنا حابين احنا نكونوا كانا مع خاوتنا تما، ولا الجيري تلعب هي كانا، ولكن